صباح الخيرات. أحمد السيد يحييكم. بونجورنو، أحمد السيد في سالوتا. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده بتاريخ يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 عن امبارح اللاعب يانيك سينير الإيطالي خد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حصل عليها وهو اللاعب المصنف الأول عالميا على مستوى لاعبي التنس الأرضي. طبعا الفترة اللي جاية هنشوف بينه تنافس ديربي بينه وبين اللاعب الاسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا. زي ما كان في ديربي في التنس بين جوكوفيتش ونادال او فيدرر ونادال، هنشوف الفترة اللي جاية ديربي بين سينير وبين كارلوس الكراز. طيب ايه اللي بيميز كل لعيب عن التاني؟ كارلوس الكراز متميز باللعب على الملاعب الترابية زي رولان جاروس، زي روما، زي مدريد. يانيك سينير مميز باللعب على الاراضي الصلبه، واللاعبين الاثنين مستواهم بيكون متوسط في الملاعب العشبيه زي بطوله ويمبلدون. يعني هنلاقيهم مفيش حد ليه الغلبه على التاني في الملاعب العشبيه. وطبعا ده ما يقللش برضو كل لعيب هيكون ليه يعني مهارات برضو، بس في تفوق واضح لكارلوس الكراز في الملاعب الترابيه. يعني هيلعبوا مع بعض الاثنين، هتلاقي كارلوس الكراز في الملاعب الترابيه مميز عن كعبه عالي شويه على سينير، وفي الملاعب الصلبه الاراضي الصلبه هنلاقي سينير مميز عن كارلوس الكراز. انا حبيت اعمل لكم يعني مقارنه بسيطه بين الاثنين لعيبه، وان شاء الله هغطي لكم مباريات كره القدم سواء كانت في دوري الامم الاوروبيه او في عندنا تصفيات كاس الامم الافريقيه في المغرب او تصفيات كاس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. شكرا.